دياز يشكر الملك محمد السادس على الدعم. يبدو أن الملك أشرف شخصيا وتدخل في ملف ابراهيم دياز الذي حل بالمغرب، وكان فما استقبال حاشد لابراهيم دياز لدى وصوله لتدعيم صفوف منتخب المغرب. الملك أشرف شخصيا يدل على ملف دياز، وهذاك اللي حكينا فيه، وهذاك اللي لازم يصير، وهذاك توجه الدولة والاستثمار في الرياضة. هذه معناها قرارات ملكية في المغرب. معناها المغرب فهموا بالرياضة توصل، معناها بريمون كي تشوف حاجات كيما هكا وما استغربش إذا كان الملك المغربي هو اللي أشرف شخصيا على ملف ابراهيم. أصدقاء ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم ماروك برايس. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالنا قناة ماروك برايس، ما تنساوش تشاركوا في القناة، كذلك تفعلوا الزر ديال الجرس، لايك الفيديو وبارطاجيو اخوتي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. وفي هذا الفيديو اخوتي غادي تشوفوا أول تعليق من الإعلام التونسي عن استقبال إبراهيم دياز بالمغرب. صراحة الإعلام التونسي منبهر بربح المغرب، الجوهرة المغربية إبراهيم دياز اللي غادي يبقى يلعب مع المنتخب المغربي ولاعب صراحة من المستوى العالمي. رغم أن الإعلام التونسي في فيديوهات سابقة بعض الإعلاميين كانوا كيتحسروا على ضياع إسبانيا لهذا النجم المغربي. بلا ما نطول عليكم أخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو، نتوما حكموا، كتبوا لي الآراء ديالكم أسفل التعليقات ونتلاقاو في نهاية الفيديو. ما تنساوش تشاركوا في القناة وكذلك تفعلوا الزر ديال الجرس ولايك الفيديو، وشكرا لكم. الملاعبيه هذم الاتحاد الجزائري لم يتصل بهم، ما نعرفش علاش، لكن يقالوا لضيق الوقت، ربما تغسروا بالوقت مع تقديم المدرب الجديد. كانوا في القائمه الاوليه لكن ما لقاوش رواحهم في قائمه اللاعبين اللي تم استدعائهم لتربص منتخب الجزائر لوديتي بوليفيا وجنوب افريقيا. عندك الاسامي نتاعهم لاعبين؟ ما عنديش الاسامي، لكن بعض اللاعبين الذي لم تتم دعوتهم حكينا عليهم المره اللي فاتت. كل شيء ديما جوست معلومه للتوضيح، ديما نقولوا نبيل نغيز هو مدرب المساعد. ينجم يكون مدرب مساعد الثالث، خاطر بيتكوفيتش قال عندي زوج مساعدين، واحد سويسري والاخر ايطالي. خلينا نقولوا نحن بما فيهم دافيد موراندي، قال له الذي يمتلك ثقتي التامه. باهي نتصور انه نبيل نغيز يكون عنده دور هام، لانه يحكي عديد اللغات. قال لهم كان من المهم لي ان يكون لدي مساعد جزائري. نبيل نغيز الذي يعرف كرة القدم الجزائرية والعقلية أيضا طبعا، لكن الحقيقة دوره مكمل هوني، ما نتصورش كان هو باش يكون المساعد الأول ولا حتى الثاني، مساعد ثالث. فيما يخص اللاعبين هذوما سيرمون الوقت الحقيقة ما يخليش المدرب والفاف مع الاتحاد الجزائري برشا وقت باش يحكيوا وينيغوسيو مع لي جوار هذوما ويتفاهموا معاهم وتصير مشاورات. وحكينا برشا لهنا انا وسليتي الجمعه اللي فاتت على المشاورات اللي تصير مع اللاعبين حتى وقت اللي ما يقعش استدعائهم. بو حاجه مش هو 5 مين كان اللاعبين الذي تم الاستغناء عليهم؟ رايس مبولحي، احمد توبه، والناس مصاب. اخر اخبار تقول انه مصاب العروسي، سفيان فيغولي، يوسف بلايز، سلام سليماني، ورياض محرز. فما عديد الروايات، لكن اكيد فما باش يصير ندوه صحفيه والصحفيين الجزائريين زملائنا باش يسالوا على وضعيه رياض محرز، هل هو الذي طلب الاعفاء من وديتي بوليفيا جنوب افريقيا ام قرار مدرب ورياح التغيير هبت لفائده لاعبين اخرين، لاعبين شبان في منتخب الجزائر. تو هوني فما فرق امين كي تقول لي رياض محرز، ومع احترامي اللاعبين الاخرين الكل اللي سميتهم الكل كل واحد في كفه. ما نتصور جامد لافي كان تتعدى عدم استدعاء رياض محرز تم تجاهله، صعيب برشا، مستحيل. صعيب يس. قاد في فريق ولاعب من طراز عالي، مستحيل. اللاعبين الاخرين الكل فما بوتيتر جو سي با، انا نتصور لاعب كيما سلام سليماني سيرمون راح كيما معاه، معناها لاعب قائد، لاعب عطاه برشا المنتخب الجزائري سيرمون. فما مين اللاعبين الاخرين كيما تقول لي بوتيتر ادم والناس اللي هو توبه العروسي هذوما اللاعبين اللي وقع استدعاهم ديرنييرمون في الاعوام هذه، معناها ما عندهمش تاريخ كبير مقارنه بالاخرين. اكزاكتومون بوتيتر هذوكم لاعبين اللي نجموا في المستقبل اللي نجموا يكونوا موجودين في المنتخب الجزائري. باهي تصفيات المونديال بالنسبه لمنتخب الجزائر محمد، منتخب الجزائر بعد وديتي بوليفيا وجنوب افريقيا سيواجه فرق، سيواجه غينيا، سيواجه اوغندا في شهر جوان، ثم في 2025 يواجه بوتسوانا، الموزمبيق. هذوما المنتخبات والصومال ايضا اللي يلعب ضدهم منتخب الجزائر. يبدو انه منتخب الجزائر في طريق مفتوح، لن يواجه مشاكل التاهل لمونديال الولايات المتحده الامريكيه 2026. شوف تويك المشاكل بتاع يمكن صحيح ماهوش الادفرسير اللي ينجم يقلق الجزائر ولا ينجم ولا
اللي لانه الجزائر كعبوا عالي على غينيا اوغندا بوتسوانا موزمبيق الصومال اكثر الفرق الافريقيه مهما تكون. لكن المشاكل لكن في كاس افريقيا الامم ما ريناش. لا لكن المشاكل خساره مع انت قلت موريتانيا كلمه باهيه، قلت رياح التشبيب حاليا. تو الجزائر تو انترونور جديد ورؤيه جديده، ورئيس الفاف مهما يكون ديما جديد ويحب يعمل تجديد في كل شيء، حتى في الجوارات. كي سميت انت الجوارات اللي ما استدعاهمش، يعني محرز لانه ما نقطة استفهام، لأنه ما عيطلوش خاطر يا مضروب ولا شاوروا ولا كان ما نظنش كان يعني اختيار يعني فني، يمكن شاوروه ولا حاجة أخرى. والناس مضروب والباقي كبار سيء، الباقي سيء مع النكسات اللي صارت للمنتخب الجزائري سيء، والناس طالبه بالتغيير، الناس طالبه بالتشبيب بروح جديده بجوارات جدد، فرصه للجوارات الصاعدين، جوارات الشبان اللي ينشطوا في بطولات اوروبيه. زاده انا نشوف اللي الجزائر حاليا فما كما نقولوا احنا مشكل تنظيمي، مشكل تأقلم. مازال الجزائر ما تأقلمش كمجموعة، ما تأقلمش كأونترونور، مازال الجزائر ما خذاش الطريق الصحيح. نظن يمكن الفترة نتاع الفترة التحضيرية نتاع الجزائر مش طول شوي، لأنه كل مرة تويكا نقولوا نحن الأونترونور قاعد يجرب، تويكا قاعد يكتشف، قاعد يحب يفرض الرؤية نتاعو، يفرض الستيل نتاعو. نظن الجزائر مازال محمد بالحديث على نبيل الغيز مرة أخرى، الجزائري الموجود في الإطار الفني لمنتخب الجزائر. نبيل الغيز أسهمه مرتفعة في الفترة الحالية في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. تعتقد ربما أن وليد سادي يحضر في نبيل الغيز ربما علاش لا في قادم السنوات لتولي مقاليد المنتخب الجزائري كمدرب؟ أو شوف احنا الاختيار اللي على المدرب على تعويض بالماضي خذا شويه وقت وخذا برشا بوليميك، لكن انا نقول لك اللي وليد سادي اختار الانترونور في صفات معينه، صفات اللي كلمه وليد سادي ما تلقاش صد في اي اختيار. ونظن الاختيار نتاع الادجوا نتاع المساعد، نظن اللي رئيس الفاف هو عنده دخل فيه الحكايه هذه، لانه ما تنجمش انت تحط ستاف هو كامل. صاحب القرار اي ما تنجمش تحط لكن ستاف كامل مهما يكون. يحضر فيه ولا لا باش يكون مدرب اول في قادم السنوات؟ لا مدرب اول راهو مش صعيب، لانه الكفاءه نتاع نغيز يعني الناس حكيت عليها، والناس حكيت على شهاده وحكيت على انجازاته. نظن زاد يمكن بوتيتر في ما فماش حاجه صعيبه، سيرتو في وارد الفرضيه وارده. لكن قال لك كي تشوف الامكانيات نتاع الاتحاد الجزائري ما نظنش كان مش يجيب لك، مش يعمل لك على مدرب صاعد كايكيب ناسيونال ونحكيه على مستوى المنتخبات، مش كسب الخبره في السنوات هذه، وبعد ربما يتسلم مقاليد المنتخب الجزائري كمدرب. جمال بالماضي كي جاء للجزائر شنو خبرته؟ جاي من تحيل وقت هكا ولا ما عندوش خبره كبيره جمال بالماضي؟ شوف النجاح اللي حقه وليد الركراكي، شنو السي في اللي عنده؟ حتى قبل التقاليد نتاع المنتخب الجزائري شدوا برشا، يعني هما ولاد الوداد والفرقاني كان يريني في الاولمبي الباجي، بعد مشى لاسبيرونس، بعد مشى ليكيب ناسيونال. يمين راهو لازم تغير العقليه نتاعنا. اش معناها خبره؟ ما فهمتش معناها. لا معناها قلت لك معناها ما عندك خبره، معناها انت ما عندوش السي في. بيتكوفيتش مثلا مدرب سويسرا 7 سنوات، فما عادش فما خبره في الكوره. انا راني معاك، مدرب نتائج. انا راني معاك، قلت لك عطيتك امثله الركراكي و جمال بالماضي. فهمت؟ جمال بالماضي رانا تحيل، ورانا المنتخب الاولمبي، ورانا المنتخب الاول القطري. الخدمه والنتائج، الخدمه والنتائج. مدرب كبير. معناها شكون احسن مدرب عامل نتائج اليوم في العالم؟ احسن مدرب عامل نتائج في العالم بيب غوارديولا. لا اليوم شكون الناس كل التوندونسي تحكي على شكون تحكي العباد؟ نحكي على غوارديولا. شابي الونزو تو حاليا عنده خبره شرانا. ما شابي الونزو شنو خاطر شعره واسع وعين زرق ولا عين خضر ولا لاعب كبير. المغرب خاطر المغرب خاطر ما عندي وقت. لا لاعب كبير امان، لاعب كبير. مارادونا لاعب كبير زاد. لا مش كيف واجدي باش ندخلوا في نقاش كيما هكا. مش كيف علاش مش كيف؟ المستوى بعيد على بعضه، المستوى الاكاديمي والتكوين. ايش معناها انت تقيم مدرب؟ انا هما اللي كريتير بالنسبه لك انت كمواطن تونسي تخليك كونفانكو فرحان بمدرب يعني اللي مثلا منتخب ولا نتائج اللي حققها. انا قلت لك مش كيف لا الاثنين يمشوا مع بعض. النتائج اللي حققهم مارادونا، لا الاثنين يمشوا مع بعض. اي مارادونا ما نجحش كمدرب. لا مارادونا حتى كاسم حتى قلت لي ايش معناها مش كيف؟ لا مش كيف امان عايشك. مش كيف شابي الونزو نقول لك حاجه. مش كيف خلينا نقول لك حاجه. فما برشا لاعبين كبار يلعبوا في تونس وتو مدربين شبان
وينجموا يكونوا كيما شابي الونسو. فما مشاريع اما لهنا كان تعطيهم اسم تقول له تري المنتخب وريني فريق غير يحكوا عليك مستحيل. هو خذا جلال القادري هو ما دربش منتخب قبل. جلال القادري ما لعبش كوره، جلال القادري ما لعبش مستواه معناها حقيقه تفهمي. هو خذا المنتخب. هي دياز، ابراهيم دياز يحل بالمغرب استقبال حاشد لابراهيم دياز. نبيل الغيز ما نتصورش كان يمشي وموريتانيا المدرب القادم ينجم فرضيه وكا. فما قبل شكون يحضروا فيه الجزائر؟ شكون قبله مجيد بوقره. مجيد بوقره هي مش فستاف. مجيد بوقره هي توندونس تو بعد ما شفنا الركراكي ولا توندونس في وجمال بالماضي العربيه. جمال بالماضي توندونس. لا مش كيف مجيد بوقره. دياز يشكر الملك. دياز يشكر الملك محمد السادس على الدعم. يبدو أن الملك أشرف شخصيا وتدخل في ملف إبراهيم دياز الذي حل بالمغرب، وكان فما استقبال حاشد لإبراهيم دياز لدى وصوله لتدعيم صفوف منتخب المغرب. الملك أشرف شخصيا يدور على ملف دياز، وهذاك اللي حكينا فيه، وهذاك اللي لازم يصير، وهذاك توجه الدولة والاستثمار في الرياضة. هذه معناها قرارات ملكية في المغرب. معناها المغرب فهموا بالرياضة توصل، معناها بريمون كي تشوف حاجات كيما هكا وما استغربش إذا كان الملك المغربي هو اللي أشرف شخصيا على ملف إبراهيم دياز. ونتصور انه براتيكمون الملفات الكل هو اللي يعطى له، هو اللي حسم فوالا. علاش نتصور انه اشرف شخصيا على الملف هذا؟ خاطر ابراهيم دياز غير اللاعبين الاخرين. ابراهيم دياز لاعب عالمي، لاعب ستار في ريال مدريد، ستار كبير ياسر في ريال مدريد. دونك اذا كان يتدخل ملك لو حتى التاثير يكون كبير برشا على اللاعب وعلى المحيطين باللاعب وعلى اختيار اللاعب والشوا نتاعو. تصور انت قاعد يكلمك ملك المغرب محمد السادس يقول لك باش تلعب معنا. بيان سور معناها عندك راي باش يبدل لك راي. بيان سور معناها ياثر تاثير كبير ياسر. معناها حتى كان عندك كما قلت يا راي معناها الكفه باش تطيح. معناها تصور انت معناها باش يكلمك رئيس دوله ولا حاجه، معناها حاجه كبيره برشا، حاجه كبيره وسو سون دي غارونتي ليك انت، معناها حاجات جارانتي. شوف امين، انت كي تكون انت مثلا في تخمم اسكو تنضم للمغرب ولا لاسبانيا ومش تاخذ القرار، ومن بعد تاخذ القرار وانت يمكن ماكش مقتنع على 100%، مي عندك اقتناع يلزمك اخترت جهه، ولكن مازلت فما ارتباك داخلي. فما شك داخلي ويجيك من البدايه نتاعك، من اول البدايه يجيك تكريم ملكي. التكريم نورمالمون بعد تيتر، لكن يجيك تكريم ملكي من البدايه نتاعك. كيفاش تكون انت النظره نتاعك للمنتخب اللي باش تلعب معاه، كيفاش تكون الرغبه نتاعك، كيفاش باش تلعب مع ليكيب ناسيونال. وان بلوس ميساج للي بعدك، مش ليك انت بركه. انا الرؤيه نتاعك الاستثمار هذا رساله قويه للاعبين اللي بعدك. راهو اللي كان انت باش تختار المغرب راك انت باش تلقى تكريم، وراه مش نتلهاو بيك، وراو انت مش تلقى حقوق الكل، وراو مش يعني مش نحطوك فوق الراس. وهذاك شنو يحب الجوار؟ يعني شنو الجوار يقول لك القدر والاحترام بالضبط. هو تو مش يختار المغرب، مش يختار على الفلوس، يعني اختار اسبانيا اقوى، لكن هو اختار على القدر وعلى على كلام الناس وعلى حب الناس وعلى الشهره وعلى سي بيان. والله شو نقول لك، هذاك اللي يلزم يصير في البلدان الكل، خاصه قبل ما نحكيو على الرابطه الاولى. معين شعباني ونهض بركان في المغرب يفوز على الفتح الرباطي ثالث الترتيب، يقلص الفارق لنقطه مع الفتح الرباطي. معين شعباني اللي يلعب ضد الجيش في كاس العرش، اقوى فريق في المغرب حاليا فريق الجيش، ونتائج طيبه اصدقاء ديالي. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خلي واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش الفيديو يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. وكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول هذا الموضوع من الاعلام التونسي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله.